السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكل مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. يا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال. وبنقدم لكم أجدد عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسول التواصل معنا. بنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك، وسايبين لحضراتكم الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة، هيتم الرد على حضرتك أو على طلبك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وبأكد ليكم زي ما أنا بأكد لكم دايما إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي، فربنا يقدرنا إن إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال، ونقدر نساعد كل الجادين في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب، ونكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا بإذن الله. أيضا بحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدكم في اختيار شريك العمر المناسب ليكم بإذن الله. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام أرملة بترغب في الزواج من إنسان يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها. لديها أولاد يقوموا معها في منزل الأهل منذ وفاة زوجها من فترة طويلة، وهي أيضا لها دخل ثابت وعمل ثابت، وهي متكفلة بجميع مصاريف أولادهم أولادها ونفقاتهم الشخصية. زي ما قلت لحضراتكم، أهم شيء بالنسبة لها وبالنسبة لأهلها إن هو ربنا يرزقها بإنسان يكون ملتزم ومصلي وعارف ربنا، يصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها، فربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها باللي يستاهلها إن شاء الله. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الإسماعيلية. السن 45 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد، يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما اقول لحضراتكم مواصفات الزوج، بحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وباكد ليهم ان احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا باذن الله. اذا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، علشان نقدر نساعد كل الناس الجادة ان شاء الله. نرجع تاني مع حضراتكم ونكمل بقية العرض ونقول مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به. أولا ومن أهم شروطها إن هو يكون من داخل المحافظة اللي هي بتكون فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف عملها ودراسة أولادها. أيضا يكون قريب جدا منها في السن، يكون سن مناسب ليها. أيضا يكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت. يكون لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج، لأن زي ما احنا قلنا هي بتكون في منزل الأهل منذ وفاة زوجها من فترة طويلة. ولا مانع لديها إن هو لو الزوج عنده أولاد ممكن يكونوا معاهم بعد الزواج إن شاء الله، معاهم مع أولادها، فربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالإنسان اللي يصونها ويكون سند لها ويحافظ عليها. طريقة التواصل معاها هي شخصيا، فهي عضوة معانا على القناة وبتتابع جميع التعليقات، فاللي شايف من حضراتكم ان العرض مناسب ليه وهو في المواصفات المطلوبة من قبلها يتواصل معانا برسالة فيها بياناته الشخصية. وهي زي ما انا قلت لحضراتكم بتتابع جميع التعليقات، وبإذن الله تتواصل مع الشخص المناسب ليها من خلال تعليقات حضراتكم. ولو حابب تكتب رقم موبايل ليك مع بياناتك، بأكد ليك ان انت لازم تكتب رقم موبايلك بطريقة الحروف بلاش طريقة الأرقام. ولو حضرتك راجعت التعليقات بتاعة الأعضاء اللي في القناة لو أنت جديد معانا، هتعرف يعني إيه طريقة الحروف مش طريقة الأرقام. إن شاء الله ربنا يقدم الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار، ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك.